كابتن احنا على الهواء كابتن، نقرب على الكاميرا شوي بس كاميرتنا هناك كابتن. الف مبروك، اول ظهور لك في لقاء يعني ميداني على الهواء مباشر عبر الرياضيه السعوديه، نقول لكم الف مبروك هذا الفوز الاول، والاجمل كابتن انها اتت بلمسه عماد الحوسني. حلوه هذه المصافحه الرمضانيه ما بين عماد وبين جمهور الاهلي، تستهل ب3 نقاط. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء الحمد لله والشكر، احمد ربي وحمده بشكل كبير الحمد لله عليه لاول لقاء حلو واخر 35 دقيقه الشوط الثاني مع فريق الجديد النادي الاهلي، وانا سعيد صراحه جدا، سعيد جدا خاصه تواجد الجماهير اللي هي يعني الواحد من يدخل الملعب يجي ينتعش، يعني يريد يلعب باي طريقه، يعني هو ذا اللي صار الحمد لله رب العالمين. اول شيء واخيرا انا هذا الفوز حبيت اهديه لوالدتي، يعني بدعائها هي، يعني ان شاء الله متابعتك اليوم على السعوديه كابتن. كابتن ابى ادخل معك في سؤال مباشر وصريح، عاده مثل بعض الانديه تكون يعني لا تحمل سوى 3-4 مهاجمين ويتم التناوب بينهم حسب معطياته وحسب ما يريد المدرب، ولكن فريق الاهلي يعج بكثير من المهاجمين. هذا يدل او هذا نستطيع ان نستدل من خلاله ان الواجبات عليكم تصبح اكبر حتى تستطيع اثبات وجود. والله شوف اكيد نفس ما قلت انت، لكن شوف نفس الوقت احنا تعرف هذا شغلنا وهذا عملنا، ولازم نضحي الحين باي طريقه، سواء انهزمنا سواء فزنا، احنا علينا ما نبذل كل قصارى جهدنا في ارض الملعب، والنتيجه في علم الغيب طبعا، احنا علينا ما نقصر مع فريقنا مع اي فريق. يعني انا اللي عرفته عماد انه وحشك الدوري السعودي والجمهور. والله كثير، صار لي 5 سنوات كنت في الدوري القطري، والحين رجعت لك انت في الرياض السعودي، والحين رجعت والحمد لله. شفت ردة فعل الجمهور حلوه اليوم؟ اكيد، اصلا الدوري بدون جمهور ما له طعم ابدا، هو الجمهور اللي حفزنا احنا اليوم، خاصه شيء حسينا بالحماس والنشوه كبيره يعني جاتنا يعني اليوم. بس الرطوبه اللي والله الرطوبه صعبه جدا، يعني ما توقعت ان السعوديه بحصل رطوبه بهالشكل يعني، لكن المناطق الشاطئيه عاد جده هي اكيد جدا البحر قريب، واكيد الرطوبه تكون عاليه يعني، بس ان شاء الله الحمد لله والشكر. كل عام وانت بخير. وانت بخير حبيبي.